ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كلنا بنواجه هذه الشخصيات، والشخصيات ديت بتلاقيها في كل مكان. يعني كل شخص لو قعدت معاه هيقولك ان عنده حد بيعمل نفس الصفات ديت وبيعمل نفس التصرفات دي، وان هو ازاي مش عارف يتصرف مع هذا الشخص. وبمجرد ما بيقعد معاه بيحس ان زي ما يكون طاقته اتسحبت. بتحصل له مشاكل بعد ما بيقوم من مع الشخص دوت. بتبدأ الدنيا تضيق كده عليه، بيحس بحاجات كتيرة جدا. هقول لكم الأشخاص دي هي مين وإزاي نتعامل معاهم. الأشخاص دول هم اللي لما تقعد معاهم تلاقي كل القعدة بتاعتك معاهم هم مجرد إن هم بيستجوبوك. بيحاولوا بقى يتكلموا معاك ويسألوك عن حياتك بكل تفاصيلها، بيدخلوا في أدق تفاصيل حياتك، وتفضل تحس ان انت طول القعدة معاهم انت بتجاوب على أسئلة بس. انت مجرد ان انت بتتسأل وبتجاوب. ممكن يسألوك عن مرتبك، عن فلوسك، بتصرف ازاي، بتجيب ايه، بتعمل ايه، بتتصرف ازاي، بتاكل ايه، بتشرب ايه، جوزك بيتعامل معاك ازاي، زوجتك بتتعامل معاك ازاي. طول ما هم قاعدين بيبقى القعدة بتاعتهم مجرد أسئلة، كلها أسئلة وكلها خاصة بنطاق حياتك انت. يعني هتلاقي الناس دي ما بتتكلمش معاك عن حياتها ولا بتتكلم معاك عن نفسها، هي مجرد انها عايزة تعرف أدق تفاصيل حياتك وتدخل في كل التفاصيل. طبعا تفاصيل حياتك ديت المفروض إنها مش متاحة للجميع. مش المفروض إن كل الناس تبقى عارفة عنك كل حاجة. مش المفروض إن أنت تبقى كتاب مفتوح لكل الناس. مش المفروض إن رزقك، مالك، حياتك، علاقاتك الشخصية، أهلك، أصحابك، كل الحاجات دي مش المفروض إن أنت تقعد مع حد ويبقى عمال يستجوب فيك وعايزك تجاوب له على كل الأسئلة. هو عايز يحطك في إطار وياخد كل الإجابات اللي هي بتدور في مخه علشان يقفل الإطار ده ويشوف الصورة كاملة. وده طبعا شيء مش من حقه. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. كل شخص وله حياته وكل بيت ومقفول على أشياء كتيرة، وكل الناس مش لازم تبقى كتاب مفتوح وتحكي عن كل تفاصيل حياتها، عن كل اللي بيحصل في حياتها. لأن الحاجات دي المفروض إن أنت في حاجات ممكن الناس يعرفوها عني، وفي حاجات تانية مش لازم ان انا اقول لحد عنها، زي راتبك الشهري، زي نفقاتك، زي فلوسك، زي علاقاتك باهل بيتك، باصحابك، باخواتك، زي ادق تفاصيل حياتك. الحاجات دي مش من حق اي حد ان هو يعرفها، ولا المفروض ان انت تتكلم فيها. فلما تقابل الشخصيات اللي هي طول ما هي قاعدة بتسألك وتستجوبك، وهتلاقي دايما في حياتك حد من الشخصيات دي. ممكن يكون صديق، ممكن يكون حد من الأهل، ممكن يكون حد من الأصدقاء، ممكن يكون قريب، زميل في الشغل. دايما مطلع على كل تفاصيلك، او مطلع عايز يطلع على كل اسرارك، عايز يعرف عنك كل حاجة. شخص فضولي جدا وصرصار جدا جدا، طول الوقت بيسأل، طول الوقت عايز يعرف عنك كل تفصيلة، حتى لو كانت صغيرة كبيرة ما تهموش. هتتفاجئ ان انت مع الشخص ده قاعد بتجاوب أسئلة كلها خاصة بنطاق حياتك، لدرجة ان انت هيجيلك وقت وهتزهق. بعد كده مش هتبقى حابب تشوف الشخص ده. الأشخاص الفضوليين دول هم كل ما يشغل تفكيرهم هو حياة الناس، ما بيشغلوش بالهم بحياتهم. عشان كده دايما الأشخاص الفضوليين دول هتلاقي معظمهم حياتهم بتبوظ، بيحصل عندهم كوارث، بيحصل عندهم مصايب، بيحصل عندهم خراب، بيحصل عندهم مشاكل كتيرة جدا، لأن هم كل تركيزهم مركزين في حياة الناس التانية. مش مركزين ابدا في حياتهم، مش مركزين ابدا ان هم يصلحوا العلاقات اللي هم فيها، مش مركزين ابدا في اهلهم، في اولادهم، في حياة، يعني في الحاجات اللي المفروض الناس تركز فيها. لا، هم تركيزهم فلان دوت عمل ايه، جاب منين، اشترى ازاي. ممكن احيانا بعضهم، يعني انا بسميهم فضوليين وصرصريين، واحيانا بيكون عندهم بعض الحقد والغل على الاخرين.
رغم ان هم ممكن يكونوا احسن منك ماديا، ممكن يكونوا احسن منك في حاجات كتيرة جدا جدا، ولكن برضو ما عندهمش رضا، وعندهم فضول يعرفوا كل تفاصيل حياة الناس الآخرين، ودي حاجة مش كويسة جدا. واحنا المفروض لما انت كمان تتعلم ازاي تتعامل مع الأشخاص دي. مبدئيا لو انت تقدر ان انت تقلل قعدتك مع الناس دي، حاول ان انت تقللها. ولو ما قدرتش، كانوا مثلا الناس ديت انت كده كده لازم هتقابلهم، هم اقارب، هم اصدقاء، هم في محيط عملك، هم لازم هتشوفهم غصب عنك يعني. فانت بتبدأ تفكر ازاي تتعامل مع الاشخاص دي، بحيث ان انت تشغلهم عن حياتك، تخليهم يركزوا في حاجة تانية خالص. اول حاجة لازم ان انت يكون عندك فن ولباقة ان انت تنهي هذا الحوار. يعني لما يجوا يسألوك عن حاجة خاصة في حياتك، حاول ان انت تخرج من الموضوع بصنعة لطافة. بعد اذنكم، طب هقوم اجيب حاجة، طب انا بس هروح اشوف كذا. لما تلاقي الاسئلة بدأت، طب ثواني اصل انا عندي مكالمة لازم اعملها دلوقتي، لازم اطلع اعمل الحاجة الفلانية. يعني حاول ان انت تطلع من الموضوع بسرعة بصنعة لطافة. حاول ان انت ما تديهمش مساحة وقت، عشان الوقت اللي هياخدوه ده هيبقى في يعني هتفقد البركة في حياتك، هتفقد الرزق. هتلاقي حاجات كتير بقى بتبدأ تخرب في حياتك بمجرد ما اطلعوا على هذه الأشياء. وانت مع الوقت هتتعلم ان انت تسكت، ان انت ما تتكلمش، ان انت تخرج من الموضوع زي ما قلت لكم بلباقة، ان انت ترد رد يخليهم تبهتهم. يعني تبهتهم يعني تخليهم يسكتوا، ما يتكلموش تاني، ما يفتحوش معاك اي حوار خاص بحياتك. كل الحاجات دي هتتعلمها مع الخبرة، وخاصة لما تبدأ تحصل لك كوارث بسبب الناس دي. يعني مثلا لو حكيت عنهم عن اخ ليك او اخت او ابن او اي حاجة، والشخص ده انت بتحكي عن مميزاته، وفجأة المميزات دي تروح منه، تسلب منه بسبب ان انت حكيت عنها. يعني مثلا انت بتحكي ده انا اخويا جاب الدرجة النهائية مثلا في مادة كذا، هتتفاجئ بعد كده ان اخوك هيجيب صفر مثلا، ان هو مش هيقدر يحصل اللي هو كان متفوق، هيبقى فاشل. وكل دوت بسبب الناس دي، لانها بتركز جدا في حياة الاخرين. كل حاجة انت هتحكي عنهم او هتحكي عنها للناس دي هتلاقيها راحت. حتى لو مش بتحكي عن حياتك انت، حتى لو بتحكي عن اخواتك، عن اهلك، عن ابوك، عن امك، عن علاقة الناس اللي حواليك بيك، عن الناس ازاي بتحبك، عن ان انت بتخرج كتير، عن ان انت بتتفسح، عن ان انت بتسافر. كل الحاجات دي مع الوقت هتلاقيها بتنهار، لان الناس دي ركزت جدا في حياتك. فحاول دايما لما تكون مع الاشخاص دي اقفل فمك، ما تتكلمش معاهم كتير. اخرج من الأسئلة بتاعتهم بطريقة لبقة، ما تجاوبهمش على كل أسئلتهم، ما تعرفهمش أي تفاصيل عن حياتك. حاول ان انت تدخل في أي حوار تاني بصنعة لطافة، وممكن ان انت تسألهم عن نفسهم. طبعا مش لمجرد الفضول، لمجرد ان انت تخرج من الحوار. وممكن بقى يعني بصنعة لطافة تدخلهم في حوار اخر، من حوار لحوار لأي حاجة تانية، بحيث ان هم ما يبقاش كل كلامهم ولا تركيزهم عليك. وخلي بالك عشان الناس دي بتسرق طاقتك، بتسرق كل شيء انت بتقوله ليهم، بيبدأ يختفي مع الوقت وينهار. فخلي بالك من الناس دي، وحاول تتعامل معاهم صح.